نكملوا في سلسلة رمضان 2026 أطباق وصفات سهلة اقتصادية كما عودتكم حبيباتي. والسلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وكامل بون سونتي كما تشوفوا ما فيديو ميسدر تاع الدجاج. جيبيه وروحي نديروا هذا الطبق في المول الأسطوري الرائع البنين. يعني العام لازم يكون في طاولة رمضانية. جبت هنايا 20 ميسدر تاع الدجاج، جبت هنايا حبة بصل مسكير في جوف الأشوار، درت هنايا شويه توم البنات اون بودر، تحبوا ديروا صينيه توم ديروا صينيه توم، درت الزيت معدنوس ودوكا نديروا التوابل. درت هنا البنات بالدجاج، درت هنا فلفل اسود واكيد الملح. البنات نحطهم فوق النار يتقلاو في غردهم حتى يحمرنا داك البصل. قلوا بلا عقل بلا عقل البنات، نار هاديه حتى يتكراميليزا هذاك البصل. من بعد نبداو نمرقوا غير فوالا البنات. هنا كيما راكم تشوفوا راهو بدا يعني تكراميليزا البصل ديالي. نمرق بالماء سخون، نغطي هذاك الدجاج ديالي ونغلق عليه ونخليه يطيب في غردو. النار قلت لكم تكون هاديه متوسطه. وهنا حبيباتي بعد ما طاب لي الدجاج ديالي نجيب الاشوار ونقعد نرحي فيه. البنات تحبوا تفتتوه بيدكم فتتوه، مسح طريقه السهله ويعني باش يجيكم شباب. رحوه في الاشوار فوالا هكذا يجيكم فتت بيان ويجيكم ما يجيش يعني خشين بزاف. فوالا انا نكمل نرحي كامل الدجاج ديالي ونحطو في ريسيبيون. يعني البنات انا ما خيتوش يبرد سخون بصح نتوما خلوه يبرد شويه. فوالا وهنا المرق ديالي راح نضيفو فوق هذاك الدجاج. هنا البنات المرق ديالي راهو شويه فونسي على خليت البصل تاعي يتكراميليزا شويه زياده، سي بور سا. نجيب 3 حبات ولاد الدجاج نرميهم فوق يعني فوق هذاك الدجاج والمرق. المرق هنا برد لي شويه سينو البيض تاعكم يطيب، خلوه يبرد شويه. ندير هنايا جبن طري ونخلط المكونات هادو. بعد ما نكمل البنات نجيب المول الاسطوري. البنات تحبوا دهنوه تحبوا ديروا ورق طهي ديروا ورق طهي، لكن انا ما دهنتو ما درت ورق طهي يعني ما يلصقش. البنات نسي نفرغ كامل الخليط ديالي ونسويه بيان نخبطو هكذا باش يجي سطح واحد مسطح. فوالا من بعد نحطو في الفرن يطيب، نشعلو من التحت نخليه نار متوسطه كي ينشف لي من الفوق. تحبوا تحمروه شويه من الفوق حمروه، تحبوا تخلوه هكذا خلوه. من بعد نحوه. والطبقه الثانيه واش عندي هنا البنات؟ عندي حبه بيض، عندي هنايا نص كاس كريمه طازجه يعني فوق النص كاس. فوالا درت هنا شويه جبن مبشور ودرت شويه جبن طري ونميكسيهم البنات. نخلط كامل هاد المكونات. ديروا شويه ملح، انا هنايا للامانه ما درتش، نسيت ما درتش، ما حبيتش ندير عفوا باسكو قلت الجبن يتو مصح يجي شويه مسوس. ديروا شويه ملح لداخل. هنا البنات بعد ما نشف لي وطاب لي هذاك الدجاج ديالي شوفوا طاب ما حمرتوش انا من الفوق، جبت ديريكتومون الخليط ديالي وفرغته فوقه كطبقه ثانيه. فوالا البنات من بعد نردو للفرن نشعلوه غير من الفوق البنات نخليه يحمر شويه. من بعد نديرلو جبن مبشور. شوفوا كيما تشوفوا البنات حمار لي شويه باسكو اصلا فيه الجبن لداخل. انا هنايا الجبن المبشور هذا راني ضفته كاضافه، يعني تقدروا غير هكذاك زيدوا تحمروه شويه ويحمر لكم. انا زدت له الجبن المبشور باش يزيد يحمر اكثر واكثر. فوالا البنات هنايا بعد ما حمر لي من الفوق وخد هذيك التحميره الشابه وشهيتكم البنات في الجنه. نتمنى منكم تجربوه وتخلوا لي جام كومونتير الشباب، تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء وتخبوه اكيد لرمضان 2026. تحبوا ترافقوه بالصلصه، تحبوا تحطوه هكذا، تحبوا هذيك لاصوص اللي قاعد تخلوا شويه ديروا فيها شويه زيتون ولا حبيتو. سينو تقدروا تقدموه غير هكذا كيجي بزاف هايل وما يجيش ناشف البنات. انا لاصوص ما خليتلوش درتها كامل. بصح نتوما تحبوا تخلوا له وزيدوا لها شويه زيتون ولا شويه شامبينيون ورافقوه معاها. وهذا مكان وشهيه طيبه. والبنات شوفوا كيفاش يجي راهو يشهي والبنه تاعو رائعه. يعني بنات غير خبوه لرمضان ولا سيه قبل رمضان، يعني الذوق تاعو بزاف شباب. نتمنى منكم تجربوه وتخلونا في لي كومونتير.
ما تنسونيش حبيباتي بجام كومنتير شباب وابوني للقناة وفعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقكم كامل جديد ديالي. بقيكم على خير حبيباتي، الى فيديو اخر والى وصفة اخرى، مع السلامة.